لا جديد. ايهاب جلال جاي يدرب النادي المصري عشان يضيع احلام وامال جمهور بورسعيد. جاي يدرب المصري عشان ننافس على الكاس، او على الاقل على اللعيبه اللي جابها مستر كامل ابو علي. جاي يخرجنا من الكاس. احنا بقى النهارده بنقول لك متشكرين جدا يا ايهاب يا جلال، ومع السلامه، عشان احنا خلاص اعصابنا تعبت منك. اعصابنا تعبت منك. مباراه جايه لك على طبق من فضه، الزمالك فاضي. بصراحه يا ايهاب احنا ما شفناش منك كوره خالص النهارده. انا مش عارف انت بتنيل ايه النهارده في المباراه. مستر كامل ابو علي بعد اذنك خلاص. ايهاب جلال لغايه كده استوب. استوب لغايه كده. ايهاب جلال استوب، ما عندوش جديد. واللي بيتعذب جمهور بورسعيد. النهارده قلنا بطوله نقدر ناخدها السنه دي مع اللعيبه الجديده مع الفلوس اللي اتدفعت، وايهاب جلال بيضيع كل الامال. يبقى خلاص كده متشكرين يا ايهاب جلال، وشوف لك نادي تاني كده وخلاص. مستر كامل ابو علي بقى يدور على مدرب. ما نجيب حسام حسن، ما كان معانا حسام. الله، سيبناه ليه؟ وجايبين ايهاب جلال؟ احنا جايبين وجع الدماغ لنفسنا؟ يا مستر كامل خلاص بقى مشيه، ده احنا تعبنا. هضيع بطوله سهله اهي. الزمالك فاضي النهارده، ما ينفعش. وانت جاي تعمل ايه؟ جاي ترازي فينا يا ايهاب جلال؟ هو لسه في ايه تاني؟ هتكمل الدوري؟ ما هو اي مدرب بقى يكمل الدوري مع اللعيبه دي وبناقص الملايين اللي انت بتديها لايهاب جلال دي. يا اما تجيب لنا حسام حسن. حسام حسن لسه ما مشيكش اي فرقه، انما بالطريقه دي بقى جمهور بورسعيد هو اللي اعصابه بتتعب. انا جاي النهارده اقول خلاص بقى ايهاب جلال بقى مع السلامه، قدم استقالتك. يعني مستر كامل ابو علي مش هقول لك امشي، انت قدم استقالتك بقى واتكل على الله. ماتش سهل. الله، الزمالك النهارده فاضي، في ايه مالك؟ انت جاي تتعب اعصابنا ولا ايه بالظبط؟ عموما في نهايه الفيديو بقول لك اتكل على الله كده وقدم استقالتك النهارده، عشان احنا ايه؟ تعبنا منك، وجمهور بورسعيد تعب منك بصراحه. شكرا.